مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الكرام الفلالية. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم واحد الفيديو خطير خطير بمعنى الكلمة، كيفاش أنكم تفرزوا ما بين الزيت اللي كتكون زيت الزيتون بطبيعة الحال اللي كتكون حقيقية وزيت الزيتون اللي كتكون مغشوشة. فأجيو تشوفوا معايا كيفاش غادي نوريكم هاد الحيلة هادي وتأكدوا وباش ما تضيعوش فلوسكم. فمرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. إذن كيف ما كتشوفوا معايا أنا هنا عندي واحد جوج كيسان كيف ما كتشوفوا معايا ممسوحين، منظفاهم مزيان، وضروري خصكم تكونوا منظفينهم حتى من الماء مزيان باش هكا تنجح معاكم هاد الطريقة اللي غادي نوريها لكم باش تعرفوا كيفاش أنكم خديتوا زيت، يعني زيت الزيتون يعني صافية وحقيقية، ماشي زيت الزيتون اللي كتكون مغشوشة وتيكونوا زايدين فيها هكا مواد يعني ما كنعرفوش شنو فيها زايدينه، وبالتالي هكذا تنخسروا فلوسنا وكذلك تنضيعوا حتى صحتنا. اذا غادي تشوفوا معايا ان شاء الله هذه الحيله هذه اللي غادي يعني نحضرها لكم. فهنا خديت الكاس الاول وضعت فيه نوع ديال زيت الزيتون اللي كيقول لي ان السيد هي زيت زيتون حقيقيه، فانا غادي نشوف واش بصح حقيقيه او لا. اذا هذا النوع الاول ديال زيت الزيتون، هانتوما كتشوفوا معايا عمرت هذا الكاس فقط غير واحد الكميه قليله، ماشي كميه كثيره. وبالنسبة للكاس التاني حتى هو غادي نوضع فيه زيت الزيتون، إنما من عند شخص آخر باش نتأكد بأنها فعلا واش زيت الزيتون حقيقية أو لا. إذا دائما فاش تبغيو ديروا هكا شي تجربة تحاولوا ديروا واحد الكمية قليلة باش هكذا تأكدوا. إذا هنا نتوما كتشوفوا معايا أنا خديت هكا جوج الأنواع ديال زيت الزيتون. هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوها معايا هي شوية مفتوحة، وقال لي بأنها زيت زيتون حقيقية، يعني ما مغشوشة ما حتى شي حاجة. وكذلك زيت زيتون أخرى من عند شخص آخر عطاها لي بهذا الشكل هكا وقال لي بأنها زيت زيتون حقيقية. إذا غادي نتأكدوا إن شاء الله من بعد. إذا أنا خديت هنا واحد القارورات بلاستيكية، بما أنني غادي نحتاج هاد التجربة هادي غادي نديرها في المجمد، فما غاديش يمكن لي ندير هكذا الكيسان ديال الزاج باش ما تيتهرسولناش في وسط المجمد، حنا كنعرفوا هاد المسألة شوية كتكون خطيرة. صافي غادي نوضع بطبيعة الحال القارورات مغسولين مزيان وممسوحين، ضروري تمسحوهم مزيان وتنظفوهم من الماء. وكذلك تناخذ القارورة الثانية وتنوضع كذلك فيها الزيت الثاني. صافي هنا كنحاول نملأ شوية القارورة ديالي باش تبان لكم هكا تجربة. وهانتوما كتشوفوا معايا بأن النوعيات ديال زيت الزيتون في هاد جوج القارورات هما مختلفين، ولكن بجوجهم تأكدوا لي بأنهم زيت زيتون يعني الحقيقية، ماشي زعما أنها مغشوشة. احنا غادي نشوفوا إن شاء الله تجربة معا وغادي نوريها لكم إن شاء الله معايا. إذا هانتوما كتشوفوا معايا أنا غادي نغطيهم مزيان، خاصنا ضروري نزيروهم مزيان تنظفوهم كيف ما العادة من القطرات ديال الزيت. ودابا غادي ناخدهم وغادي نوضعهم في المجمد، ماشي في يعني في الطبقات التانيين أو اللي عندنا العاديين اللي كنديروا فيهم يعني الخضار، لأ غادي نديرهم في المجمد وغنخليهم 24 ساعة كاملة، وغادي نتلاقى معاكم إن شاء الله باش تشوفوا معايا النتيجة والتجربة كيفاش غادي نحصلوا على هاد النوعية ديال زيت الزيتون الحقيقية من المغشوشة. إذن كيف ما كتشوفوا معايا صباح الخير عليكم، وأنا صراحةً نضت مع 7:30 بعد ما مشاو وليداتي للمدرسة، حليت الكونجيلاتور ديالي باش نشوفها فعلًا أنها وصلت للنتيجة اللي أنا بغيت نوصّلها لها ليكم ونوريها ليكم. إذن ها أنتم غادي تشوفوا علاش هذه ولات لي بهذا الشكل هكا، يعني بيضاء وجامدة بزاف قاصحة. وكذلك غتشوفوا الزيت التانية اللي درتها وبقات هكا شوية يعني ما قصحتليش وبقات بهذا الشكل هكا. اذا غتعرفوا فين هي يعني الزيت اللي كتكون صحيحة وحقيقية وما مغشوشاش من الزيت بطبيعة الحال اللي مغشوشة. اذا غتشوفوا معايا غادي نحل القرعة بشوية. إذن أنا براسي بحالكم تفاجأت بهاد النتيجة هادي، لأن السيد اللي قال لي باش ندير هاد العملية هادي، فتصدمت الصراحة د الله في هاد يعني بهاد النتيجة.
لأن فعلًا الزيت اللي خديتها الأولى اللي وريتكم هي زيت مغشوشة ماشي زيت حقيقية، لأنها ما جمداتش وما قصحتش، وهذه هي الزيت الحقيقية اللي كتقصح لنا وكتكون هكا جامدة، فهذه هي زيت الزيتون الأصلية. إذا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، لأنه فعلًا فيديو خطير وخاصكم ما تضيعوش فلوسكم وصحتكم على شي حاجة اللي مغشوشة. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا هذه الفكرة، وقبل ما تاخدوا كمية كتيرة وتضيعوا فيها وهكذا تضيعوا فلوسكم وصحتكم، فكنتمنى هذا الفيديو هذا إن شاء الله تبارطاجيوه مع العائلات ديالكم وتشاركوه هكا مع الأحباب ديالكم باش تعم الفائدة. وإلى فيديو مقبل بحول الله.